بيبدأ المسلسل في مدرسة جراند أرمي واللي بتكون مدرسة في أمريكا، وبنشوف جوي واللي بتكون واقفة مع صديقتها اللي شاكة في حملها وبتبقى بتحاول تهديها. في نفس الوقت تظهر ليلي واللي بتكون من أصول صينية لكن تم تبنيها من أب وأم أمريكيين، وبتبقى بتعاني أزمة في هويتها بسبب تنمر الأمريكيين عليها وكمان الصينيين الأصليين واللي بيقدروا يتكلموا صين بعكسها. وفي الحمام بتظهر دومينيك واللي بتبقى بتجمع فلوس من زمايلها عشان تعمل لهم شعرهم، وبيظهر إنها شخص جد جدا وطول الوقت بيفكر في مستقبله. وفي مكان تاني بيظهر جيسون وأون واللي بيبقوا بيتكلموا عن امتحانات القبول في جامعة للموسيقى، وبيبقى أون شايف إن جيسون هو اللي هيتقبل بسبب عيلته الكبيرة، وكمان لأن مستحيل الجامعة تقبل طالبين من نفس المدرسة بيعزفوا بنفس الآلة. لكن جيسون بيطمنه وبيطلب منه يتفائل. في الطريق بيشوف جيسون شاب شكله غريب وبيحس بالقلق منه وبيبعد عنه. وبعد شوية بيبدأ اليوم الدراسي، وأثناء ما الطلاب بيروحوا لفصولهم بتنفجر قنبلة ضخمة في ميدان المدرسة وبتبدأ حالة الطوارئ في المنطقة كلها، وبيتجمع الطلاب في مكان بعيد عن الأبواب والشبابيك. وبعد شوية بتنتشر الأخبار في كل مكان، وبيجي أولياء أمور الطلاب عشان يطمنوا عليهم وبيفضلوا مستنينهم بره. في الوقت ده بتيجي رسالة لجوي من والدها واللي بيبقى عايزها تيجي تقضي معاه الأجازة، وبيقرر كمان إنه يروح ياخدها بعد حادثة الانفجار اللي حصلت. لكن جوي ما بتكونش عايز تتعامل معاه بسبب إنه ساب والدتها وكان بيعاملها معاملة وحشة، وكمان ارتبط ببنت جديدة بقت عايشة معاه طول الوقت. فبيحاول صديق جوي يخفف عنها وبيقول لها ما تهتمش بيه. في الوقت ده بيبقى جيسون وأوين نفسهم يخرجوا من المدرسة، فبيقرروا إنهم يضايقوا دومينيك ويوقعوا شنطتها من السلم عشان المشرفة تخليهم ينزلوا يجيبوها. فبتحاول جوي تدافع عن دومينيك لكن المشرفة بتسيب كل ده يحصل وبتسأل جوي عن الشورت اللي هي لابساه، فبتستغرب جوي طريقتها وبتقول لها انها كانت في صالة الألعاب، لكن المشرفة بتقول لها انها بتستغل اي فرصة عشان تبين جسمها. فبتحس جوي بالإحراج وسط زمايلها، فبيديها تيلور التيشيرت بتاعه وبيقول لها ان المشرفة غيرانة منها، وبيوريها تصويت بينه وبين صحابه عن اجمل بنت في المدرسة واكتر بنت ممكن اي حد يتمنى يكون معاها واللي بتكون هي. وفي الوقت ده بتنزل دومينيك تجيب شنطتها اللي وقعت ومش بتلاقي الفلوس اللي كانت فيها، فبتتضايق جدا وبتطلب من جيسون وأون يجمعوا لها فلوسها. في الوقت ده بنشوف ليلي واللي بتكون قاعدة لوحدها وبيشوفها كابتن فريق السباحة سيد وبيسألها عن السبب اللي مخليها قاعدة لوحدها، فبتحكي له عن التنمر اللي بتتعرض له من الكل وعن احساسها انها ما تعرفش هي مين، وان سيد بيبقى من اصول هندية فبيقول لها انه حاسس بيها وبيهون عليها لدرجة انه بيخليها تدخل تقعد معاه هو واخته. وبعد ما بيتصاحبوا على بعض بتشوف ليلي التصويت اللي اتعمل واللي بتبقى واحدة من البنات الحلوين من وجهة نظر الولاد، فبتفرح ليلي جدا لانه التقدير الوحيد اللي اخدته من ساعة ما دخلت الجامعة. وبعد شوية بتعلن المدرسة عن انه هيتم عملية اخلاء وان الكل اخيرا هيرجع بيته. فبتخرج جوي مع تيلور واللي اخته انا بتيجي تقابلهم، وبعدها لوك صديقهم وبيظهر انهم شلة صحاب مقربين. وفي مكان تاني بتظهر دومينيك اللي بتكون قاعدة مع اخواتها عشان تطبخ لهم وتخلي بالها منهم، وده بسبب شغل والدتها اللي بيستمروا طول اليوم. وبتبقى دومينيك بتعتذر لاخواتها انها مش هتقدر تاخدهم التمرين لان الفلوس اللي كانت معاها ضاعت. في الوقت ده بترجع ليلي البيت وهناك بتسال والدها ووالدتها ليه ما دخلوهاش مدرسة صينية عشان تحس بنفسها فيها، وما بيقدرش والدها ووالدتها بالتبني يردوا عليها وبيقولوا لها انهم ما كانوش يعرفوا انها حابه ده. فبتقول لهم ليلي انها هتروح حفله بالليل مع اصحابها في المدرسه وده عشان يخففوا على بعض الصدمه اللي تعرضوا لها. في الوقت ده بيظهر جيسون واوين وهم بيبيعوا اسطوانات جد جيسون الاصليه عشان يجمعوا فلوس لدومينيك، لكن التاجر بيرفض ياخد منهم كل الاسطوانات وده لانها ما تتقدرش بثمن. وبالليل بيتجمع الكل في حفله لكل طلاب المدرسه، وبيظهر ان جوي وتيلور قريبين جدا من بعض، وبتبقى انا شايفه انهم بيبالغوا في ردود افعالهم، لكن لوك ما بيردش عليها وبيكتفي انه يفضل باصص لهم وبيظهر انه غيران. في الوقت ده بيظهر سيد واللي بيكون في علاقه مع حبيبته، وفجاه بيقرر انه ما يكملش وبيقول لها انه قلقان من الانفجار اللي حصل واللي هيتم اتهام المسلمين فيه. فبتقول له حبيبته انه اصلا مش مسلم، فبيقول لها انه مش هيقدر يهرب من شكله اللي بيكون شبه بمسلمين اسيا، وبعدها بيخرج وبيسيبها. في الوقت ده بتقرر جو انها تخرج مع تيلر حبيبها من الحفله وبيجروا بسرعه ناحيه المترو وهما بيضحكوا وبيعيطوا في نفس الوقت. وفي تاني يوم بنشوف جيسون واون واللي بيبقوا واقفين يجمعوا فلوس دومينيك في محطه المترو من خلال عصهم. في الوقت ده بيجهز سيد نفسه عشان يخرج من البيت، فبيوصي والده انه يكون مطيع مع اي شرطي يطلب منه تفتيش شنطته ده لانهم مش عايزين مشاكل. وبنروح لجوي اللي بتبقى بتصور نفسها بتيشيرتات ابيض شفاف وبتقرر انها تنزل صورتها عشان تعمل حمله ضد الملابس النسائيه واللي بتجبر الستات انهم يظهروا جسمهم بشكل معين عشان ما ينفعش يظهروا بشكل تاني والا هيعتبر المجتمع جسمهم وسيله تشتيت وانهم عايزين يعرضوا نفسهم. وبيوافق البنات والولاد انهم يساعدوها في حملتها وبيتفقوا انهم كلهم ما يلبسوش حاجه تحت تيشيرتاتهم. وفي المدرسه بتوزع جوي تيشيرتات شبه بتاعها على كل الطلاب، لكن بيحذرها لوك من اللي بتعمله وبيطلب منها تلبس حاجه فوق هدومها اثناء الامتحان، لكن تيلور بيقول لها تخليها زي ما هي. فبتقرر جوي انها تلبس فعلا حاجه وده عشان ما تديش للمدرسه اللي بتكرهها فرصه تسقطها بيها. وفي مكان تاني بيظهر سيدو في طريقه للمدرسه وبيشوف جيسون واوين وبيقف معاهم هو واخته عشان يشجعوهم، لكن بيظهر على سيد الخوف اول ما بيشوف الشرطه وهي جايه ناحيته، بس بيبقوا باين لجيسون واوين عشان يبطلوا عزف. فبيروح سيد المدرسه وخايف ومتوتر وهناك بيقعد مع المدرسه المسؤوله عن البحث اللي هيقدمه في الجامعه اللي عايز يدخلها.
لها وبتقول له ان البحث بتاعه مش احسن حاجه ومحتاج يكون ملهم اكتر من كده، وبتديله اسم طالب بيقدر يساعد الطلاب في البحث بتاعه وبتنصحه يستعين بيه. فبيشكرها سيد وبيخرج يتكلم مع الشاب الاكبر منه. في الوقت ده بتكون جو في الامتحان، وقبل تسليم الورق بتقرر انها تقلع التيشيرت بتاعها، وده بالاتفاق مع كل اصحابها واللي هيشهدوا معاها على اللي هيحصل. وبعد ما بتقلع جو التيشيرت بتوقع ميه عليها، وده عشان يبان انه شفاف اكتر. وبعدها بتروح تسلم الورق للمدرسه اللي بتقرر انها تطردها من الفصل لانها مش لابسه لبس مناسب لوجودها في مكان تعليمي. لكن جوي بتقول لها انها لابسه تيشيرت قطن وان مفيش اي مخالفه فيه، فبتشتمها المدرسه وبتقول لها انها شبه فتيات الليل، وبتقرر انها تحولها على مكتب المدير. فبتبعت جوي رسائل لاصحابها عشان يستعدوا للخطه دي. في الوقت ده بيوصل جيسون واوين المدرسه وبيدي الفلوس اللي عليهم لدومينيك، وبيطلبوا منها تتراجع عن تقديم الشكوى فيهم. لكن دومينيك بتقول لهم انها مش مضطره تعمل لهم حاجه بعد ما بوظوا عليها مناسبه عائليه، وكمان اخدوا منها فلوس كانت تعبانه فيها جدا. وبنرجع لجوي اللي بتبقى قاعده في مكتب المدير، وهناك بيسالها المدير عن اللي حصل. فبتقلع على جوي الجاكيت اللي هي لابساه، فبيتصدم المدير اول ما بيشوفها وبيقوم يفتح الباب وبيطلب من السكرتيره بتاعته تنادي المدرسه اللي طردتها. فبتساله جوي عن سبب خوفه من لبسها وفتحه للباب، فبيقول لها المدير ان لبسها مش ملائم للمدرسه. وفجاه بيقاطعهم صحاب جوي الولاد اللي بيبقوا لابسين نفس التيشيرت اللي جوي لابساه، وبتقول لجوي انها مش فاهمه الفرق بينها وبين باقي الشباب اللي لابسين نفس التيشيرت، وليه مش من حقها تكون متساويه معاهم في نظره المجتمع ليها وفي حريتها انها تلبس اي حاجه من غير ما يتقال عليها انفاس خارجه. وبتطلب منه يجيب لها اي قانون يطالبها بيه تلبس ملابس نسائيه تحت التيشيرت، وما بيقدرش المدير يرد عليها. فبتقول لجوي ان بما انها مش بتخالف اي قواعد فمن حقها انها تكمل يومها الدراسي، وكمان يخلي الاستاذه اللي طردتها تعتذر لها، وده لانها شبهتها بفتاه الليل. وبيقرر المدير انه يفهمها بالراحه ويمشي الدنيا دلوقتي لانها لسه طفله صغيره، ولو فهمها ممكن تعند اكتر، لكنه قرر انه هيشرح لها بعدين قد ايه اللي هي عاملاه ده غلط. وبتتعين جوي كابتن فريق الرقص، وده كان حلمها من زمان، وده هيساعدها تدخل الجامعه بسهوله. في الوقت ده بتبقى ليلي ماشيه مع مايكل اللي بيكون من الاصحاب المقربين لجوي، فبتقول ليلي انها معجبه بجوي جدا. فبيسالها مايكل عن السبب اللي ما خلاش تشارك، وما بتقدرش ترد عليه، وده لان عندها اقتناع انها مش محتاجه تثبت وجهه نظرها لحد. في الوقت ده بيجي ميعاد الجلسه اللي هيتم فيها محاسبه جيسون واوين، وده بعد اتهام دومينيك ليهم بسرقه شنطتها وبشهاده جوي اللي كانت حاضره الموقف كامل. وبعد الجلسه بيجي ميعاد نطق المدير للحكم عليهم، وبيقرر انه يفصل اوين فصل نهائي او يدخل السجن، وده لان هو اللي مد ايده في شنطه دومينيك. اما جيسون فبياخد فصل لمده 7 ايام لانه شارك اوين. وبتعرف جو اللي حصل وبتكون حاسه بالذنب. وبنروح لليلي اللي بتقرر انها تدخل في علاقه مع مايكل، وبتعرف بعدها انه مش مهتم اصلا بيها لكنها بتحاول تنكر. وبعد شويه بيتمشوا سوا، وفي الطريق بيقابلوا جوي، واللي اول ما مايكل بيشوفها بيمشي مع جو وبيسيب ليلي ترجع لوحدها البيت. وفي تاني يوم بنشوف دومينيك وهي بتشتري الاكل مع اخواتها الصغيرين وخالتها، واللي بتبقى بتشتري حاجات كتير من غير داعي. فبتطلب منها دومينيك تسيب الحاجات اللي مش مهمه، وبعدها بيروحوا يحاسبوا، لكن بيكتشفوا ان فيزا خالة دومينيك ما فيهاش اصلا فلوس. فبتحس دومينيك بالاحراج وبتقرر تطلع الفلوس اللي معاها، لكن فجاه بيجي زميلها في المدرسه بيل واللي بتبقى دومينيك اصلا معجبه بيه، وبيقرر انه يعمل لهم تخفيض عشان يشتروا اللي هم عايزينه. فبتحس دومينيك بالاحراج لكن بيزيد اعجابها بيه وبتشكره. وفي تاني يوم بيروحوا سوا المدرسه، وهناك بيبقى ميعاد ماتش كره السله واللي بتبقى دومينيك كابتن الفريق فيه، وفي نفس الوقت بيبقى ميعاد المسابقه بتاعه السباحه واللي بيبقى سيد كمان كابتن فيه. وبيبدا الماتشين وبيغرق السيد في افكاره اثناء السباحه، وبيتكلم مع نفسه بيقول قدر يحقق رقم قياسي. وبنرجع لدومينيك اللي بتبقى بتلعب الماتش، وبتلاحظ ان بيل بيبص على فريق المشجعات ومش مركز اصلا في الماتش. وبعد ما بتخلص بتروح مع اصحابها لمركز التسوق، وهناك بيجي جيسون يسالها عن اللي هتقوله في جلسه الاستماع في المحكمه. فبتتعصب دومينيك عليه وبتقول انه مش من حقه يجي يبوظ لها يومها مع اصحابها ويخلي نفسه محور كلامهم. فبيعتذر لها جيسون وبيمشي وبيسيبها. وبعد شويه بتخلص دومينيك تسوق مع اصحابها، وبالصدفه بتشوف بيل فبيشجع اصحابها انها تروح تتكلم معاه، وفعلا بتروح تكلمه لكن بيظهر انه مش مهتم بيها، وده لدرجه انه مش بيعرض عليها انهم يخرجوا سوا. فبتمشي دومينيك وهي حزينه لحد ما فجاه بينادي بيل عليها وبيسالها لو عايزه تتمشى معاه، فبتفرح جدا وبيخرجوا سوا. في ان كمان تيلور ممكن يخونها ومش هيحافظ على علاقتهم، وده معناه ان هما الاثنين بيخدعوا بعض. فبتقولها جوي انها مش تعمل كده. وبعد شويه بتخرج جوي مع تيلور ولوكو مايكل وبيروحوا سوا السينما، وبسبب ان علاقه تيلور بجوي قريبه جدا بيبقى متوقع انها تقعد جنبه، لكن جوي بيتفاجئوا بانها تقعد بين مايكل ولوكو وبتفضل تغازلهم وتقعد على رجلهم كل شويه بشكل مستفز. يخرج تيلور يشتري حاجه ياكلها، وبتخرج جوي وراه وبتشوفه وبيتكلم بشكل لطيف مع اللي بيشتري منها، فما بتتكلمش جوي معاه وبتبوسه عشان تبين للبنت انها حبيبته. وبعدها بيرجعوا سوا للسينما، وهناك بتكرر جوي بتعمله وبتقعد على رجل مايكل، وبتظهر غير تيلور لكن بيحاول ما يهتمش. وبعد شويه بترجع لهم جوي وبيركبوا تاكسي سوا، وبتقرر جوي انهم يقعدوا كلهم على الكنبه، وبتفضل جوي تقعد على رجلين كل واحد فيهم شويه. وبعدها بتبص لتيلور وبتقول انها حره في اللي هي عايزه تعمله وان مش من حقه يحسسها بالذنب. فبيقولها تيلور انه فعلا مش من حقه يجبرها على حاجه ولا يحكم عليها، لكن مش من حقها تجبره انه يتفرج عليها. فبتتضايق جوي وبتفضل تكمل اللي بتعمله مع اصحابها، وبيبعد تيلور وشه عنهم لحد ما
مايكل ولوك بيعدوا كل الحدود وبيبداوا انهم يتحرشوا بجوي ومن كتر الصدمه، وبيحاول ما يركزش معاها. وبعد شويه بترجع جوي البيت وبتدخل بسرعه تنام، لكنها بترجع من كتر ما بتكون قرفانه من نفسها. وفي تاني يوم بتتغير جوي تماما وبتفضل في حاله صدمه وتفتكر اللي حصلها في العربيه، وبتقرر انها تفضل في البيت لايام من غير ما تخرج ولا تتكلم مع حد. في الوقت ده بتروح دومينيك مع عائلتها لاحتفال في الكنيسه، وهناك بتأنبها اختها الكبيره لانها سابت اخواتها لوحدهم وهي عارفه ان عندها هي ووالدتها شغل، فبتقول لهم دومينيك ان دول مش عيالها اصلا عشان يبقى واجب عليها انها تراعيهم. وفجاه بيقطعهم القص واللي بيقول لدومينيك انه هيخليها تشترك في تدريب في مجال علم النفس، فبتفرح دومينيك جدا وبتشكره على اهتمامه. وبنرجع لجوي اللي بتبقى لازم تروح للمدرسه، وهناك بتحاول تمثل انها كويسه لكن بيبان انها متحفظه، وده من طريقتها انها بتخبي نفسها لما بتقابل لوك ومايكل واللي بيتعاملوا معاها بنفس الطريقه قبل كده. لكن جوي ما بتكونش قادره تتقبل ده تاني، وبتشوف نظرات باقي الطلاب ليها واللي بيبقوا شافوا الفيديوهات اللي مايكل مصورها لجوي وهي معاهم. وفي تاني يوم بتظهر لالي واللي بتبقى بتحاول تتصل بمايكل لكنه ما بيردش عليها، وبتشوفه هو قريب من جوي وبتبقى بايرانه جدا عن منها، وبتقول لصديقتها انها شايفاها مجرد فتاه ليل. وبنرجع لجوي اللي بتبقى قاعده مع اصحابها وبتفتكر الكلام اللي كانوا بيقولوا لها اثناء تحرشهم بيها. وفي ترتيب راس المشجعات تفضل جوي متشتته جدا ومش قادره تركز، وبتسمع تريقه من صحابها بسبب اللي كانت بتعمله في الفيديو، وما بتكونش قادره تعترض على نزول الفيديو ده، وده لانها المفروض بتنادي بالحريه ومش هتتضايق ان حد يشوفها في الوضع ده. وما بتكونش كمان قادره ترد على اي حد، وده لان كل واحد حر في رايه. وبتحس جوي انها تتجنن من اللي بتفكر فيه لحد ما فجاه بتهبط فيها كره السله بالغلط، فبتتعصب جوي على دومينيك وبتتكلم معاه بطريقه وحشه وبتكون عايزه تصب غضبها عليها، لكن بتيجي المدربه تمنعهم. فبتخرج جوي من القاعه وبتدخل الحمام، وهناك بتروح دومينيك وراها عشان تتخانق معاها، لكن اول ما بتدخل عليها الحمام بتلاقي جسمها متشوه، وقبل ما تنطق اي كلمه بتقفل جوي الباب في وشها. وبتفتكر الوقت اللي وصلت فيه بالتاكسي والكل نزل وسابها، وساعتها حاسبت جوي سواق التاكسي وهي مش قادره تمسك دموعها بعد ما شافت نظره الشفقه في عيون السواق. وبتحس جوي بالذل والاهانه من اللي حصل لها. وفي المدرسه بيلاحظ تيلر الحزن اللي على جوي، وبياخد باله ان شعرها بدا يقع وبقى فيه فراغات غريبه واللي بيبقى معناه انها مكتئبه. وبتخرج جوي عشان تقابل لوك في الحمام واللي بيديها مخدرات يخليها تحس بالاسترخاء طول الوقت. وبعد شويه بتعمل المدرسه اجتماع للطلاب عشان يتكلموا فيه عن الارهاب، لكن جوي ما بتكونش قادره تستحمل تقعد اكتر من كده ولا حتى بتكون مستحمله حد يقرب منها، فبتخرج بسرعه من القاعه وهي بتفقد الوعي. وبتخرج انا وراها لكن بتتريق لالي عليها وبتقول انها بس بتدور ازاي تلفت الانتباه. في الوقت ده بتروح دومينيك تطمن على جوي فبتشكرها انا وبتقول لها انها تهتم بيها. وبترجع دومينيك للقاعه وهناك بيعزمها بيل في البيت عنده بالليل. في نفس الوقت بتيجي لدومينيك رساله من والدتها بتقول لها فيها ان اختها اتصابت في ظهرها اثناء الشغل، فبتبص دومينيك على موبايلها وكمان على بيل وبتقرر انها تختاره وبترجع معاه البيت. وهناك بيعرف بيل على مامته واللي بتشجع دومينيك على اللي بتعمله انها تدخل الجامعه، وبعدها بتسيبهم لوحدهم وبيقرب بيل من دومينيك وبيظهر اعجابهم ببعض. وبعد شويه بترجع دومينيك البيت وبتشوف اختها وهي نايمه على ظهرها وبتتألم، بتعرف ان عندها انزلاق غضروفي وهتحتاج لجراحه. وعلى الناحيه الثانيه بتسمع والدتها وهي بتتخانق مع صاحب البيت وبيقول لها انها لازم تدفع الايجار والا هتمشي خلال 10 ايام. وبتبقى اخت دومينيك كمان اتطردت من شغلها بعد ما وعت وما خدتش غير نص مرتبها، وبتتصدم دومينيك من اللي بيحصل وما بتكونش عارفه المفروض تعمل ايه. وبنروح لجو اللي بتبقى قاعده في البيت وهي حزينه ومش في وعيها طول الوقت، وفجاه بتدخل عليها والدتها عشان تاخد منها حاجه وبتتفاجئ بملابس جوي الداخليه واللي بيكون عليها دم، فبتنهار جوي قدامها وبتحكي لها اللي حصل في العربيه وبتقول لها انهم اغتصبوها. وبتتصدم والدتها من اللي بتسمعه وبتحاول انها تخفف عنها. وبنرجع لدومينيك اللي ما بيكونش قدام اهلها حل غير انها تتجوز شخص عشان تديه الجنسيه في مقابل انها تاخد $10,000 واللي هيحلوا لهم معظم المشاكل. فبتوعد دومينيك اهلها انها تفكر في الموضوع. في الوقت ده بتبقى ليلي في المترو وفجاه بتلاقي هديه متسابه ومش ملك لاي حد، فبتسال اللي حواليها وبتتاكد انها مش خاصه بيهم، فبتقرر انها ترميها من باب المترو عشان ما تكونش قنبله تانية. فبيشجع لها الكل على شجاعتها انها تلمس حاجه مخيفه زي دي، وبتفتخر لالي بنفسها وبتحس انها مهمه. وبعد شويه بتنزل للمحطه وفجاه بتشوف جوي وهي على الناحيه التانية من الرصيف، فبتصورها فيديو وبتكتب عليه وبتقول ان جوي دخلت في علاقه مع شابين في الوقت اللي لسه بتخاف تركب القطر لوحدها وبتاخد معاها والدها ووالدتها. وبنروح لجو اللي بتوصل مع والدها ووالدتها المستشفى تبع للدوله واللي هيتم فيها تصوير كل الكدمات اللي في جسم جوي، وكمان هيتم تحليل السائل المنوي اللي على هدومها. بيظهر انها قررت ترفع قضيه اعتصاب ضد اصحابها. وفي المدرسه بتيجي الشرطه تعتقل لوك ومايكل وتيلر قدام المدرسه كلها، وبيتصدم الكل من اتهام جوي اليوم بالاغتصاب. وبتتقسم المدرسه لمجموعتين، مجموعه شايفه ان جوي فعلا مذنبه وهي السبب في اللي حصل ومن ضمنهم انا ولاي، ومجموعه تانية شايفه ان جوي من حقها تعتبر اللي حصل اغتصاب لانه حصل ضد رغبتها. وبسبب كده بتتخانق لاي مع اعز اصدقائها واللي بتقول لها انها السنه اللي فاتت لو سمعت بنت بتقول ان تم اغتصابها كانت هتصدقها، اما السنه دي فهي ما بقتش عارفه هي مين بالظبط، وانها حاسه انها ضد جوي بسبب بس مايكل اللي مش مهتم بيها. وبنروح لدومينيك اللي بتبقى في المحكمه عشان تقول اقوالها في القضيه، وبتحاول انها تتراجع عن كلامها وبتقول انها معتبره اللي حصل هزار. فبتقرر القاضي انها
بتحرم أون من المدرسة لمدة 60 يوم، وبتتأثر دومينيك جدا لكنها مش بيكون في إيديها حاجة. وبعد شوية بترجع دومينيك المدرسة، وهناك بتقابل بيلي واللي بيجيب لها هدية بمناسبة عيد الحب. فبتفرح دومينيك جدا وبتحس بمشاعره الحقيقية ناحيتها، وبتقرر إنها ترفض عرض والدتها إنها تتجوز وتعمل خطة بديلة هتشتغل فيها وتقدر خلال شهور تجمع مبلغ كبير. فبتوافق والدتها واختها على اقتراحها وبيسيبوها تحاول. وبنروح لجوي اللي بتكون قاعدة في البيت مع اخواتها الصغيرين وبتبص في الموبايل بتاعها وبتلاقي رسالة من أنها بتشتمها فيها بسبب اللي عملته. فبتقرر إنها تقفل حساب الانستجرام الخاص بيها تماما عشان ما تشوفش أي حاجة تزود من اكتئابها أو يخليها تفكر في آراء الناس فيها. وفي تاني يوم بتروح دومينيك التمرين بتاعها، وبعد ما بتخلص بتطلع منتجات العناية بالشعر من شنطتها وبتعرضها على أصحابها، فبيشجعوها وبيقرروا إنهم يشتروا منها. وفجأة بتدخل عليهم المدربة واللي بتقول لدومينيك إن ممنوع البيع داخل المدرسة، وبعدها بتشتري منها علبتين وبتمشي. فبيفرح الكل جدا وبيصوروا دومينيك وهي بتسوق لمنتجاتها، وكمان بتعمل شعر البنات أصحاب البشرة السمراء. وبتبدأ العروض تجيلها وبيبقى لازم توفق بين الدراسة والشغل عشان تساعد أهلها وكمان تضمن مستقبلها وتاخد منحة دراسية. وبنروح لليلي اللي بتكون قاعدة مع صديقها في المسرح وبيدخنوا الماريجوانا، وبتسأله ليلي لو هو مصدق اللي حصل لجوي، فبيقول لها إنه مصدقها فعلا لأنها قالت كده وإنه مش محتاج دليل منها يثبت إن ده فعلا حصل. وبنرجع لدومينيك اللي بتكون قاعدة في بيتها وبتعمل شعر واحدة من الجيران، وفجأة بتيجي صديقتها ومعاها بيل، فبتحس دومينيك بالإحراج بسبب الفوضى اللي في البيت. لكن بيل بيتعامل بطبيعته وبيحاول يساعدها كمان، فبتفرح دومينيك بيه جدا وبتحس معاه بالأمان وإنها شخص حقيقي مش محتاج يخبي أو يزيف حاجة. وفجأة بيجي عرض تاني لدومينيك من على الإنترنت لطلاب مدرسة خاصة، فبتستغرب دومينيك جدا وبتكون في قمة سعادتها. وفي تاني يوم بيجي ميعاد المدرسة وبتروح دومينيك بداية اليوم الدراسي، لكنها ما بتقدرش تحضر ماتش السلة وده عشان شغلها الجديد. فبتقولها المدربة إنها لازم تحدد أولوياتها وتتخلى عن حاجة قصاد حاجة لأنها ما ينفعش تكون موجودة في كل الأماكن وتأدي نفس الأداء. فبتقولها دومينيك إنها تاخد استراحة من الفريق لفترة، وبتروح لطلاب المدرسة الخاصة وهناك بتعمل لهم شعرهم وبتتصاحب كمان عليهم وبتحكي لهم كتير عن حياتها. وبيعرفوا إنها ما قدرتش تروح تدريب علم النفس بسبب ظروفها، فبيشجعوها تتصل بمركز التدريب وتطلب منهم فرصة تانية. وفعلا بتتصل دومينيك بالمركز وبتقدم نفسها بكل ثقة، وده لدرجة إنهم بيوافقوا عليها من المكالمة بس. وبتفرح دومينيك جدا وما بتكونش مصدقة نفسها. وبنروح لجوي اللي بتقرر إنها تنزل تجري، وبالصدفة تشوف مايكل وهو خارج مع والده ووالدته وبيظهر عليهم الحزن والخوف من إنه يضيع مستقبله. فبتحس جوي بالذنب والظلم في نفس الوقت الغضب بعد ما بتفتكر اللي عملوا فيها، وبترجع بسرعة البيت وهناك بتنهار في حضن والدتها وهي بتقول لها إنها حاسة إنها بتغرق وإنها ما بقتش عايزة تعيش. وبنروح لسيد اللي بيكون عنده مسابقة في السباحة واللي هيحضرها مستكشف المواهب، لكن مدرسته بتخسر بسبب إن مايكل ولوك مش موجودين وإن اللي موجود مش قوي، فبيتخانق معاه وبيهينه وسط باقي المنافسين. لكن فجأة بيجي واحد من مستكشفي المواهب يطلب مقابلة سيد، فبيروح سيد بسرعة وبيسيب اللابتوب بتاعه. فبيقرر صديقه اللي كان سبب في خسارة المدرسة إنه ينزل المقالة اللي بعتها للجامعة واللي بيقول سيد فيها إنه مثل الجنس. وبعد شوية بيخرج سيد وفي الطريق بيقابل أخته ميرا واللي بتسأله عن اللي حصل، وما بيفهمش سيد قصدها لحد ما بيشوف المقالة وبيعرف إنه بكده هيخسر والده ووالدته وكمان حبيبته اللي هتتصدم فيه. وبنروح لجيسون اللي بيبقى عايش طول الوقت في إحساس بالذنب بسبب أوين، وبيبقى بيحاول يتواصل معاه بأي طريقة لكن أوين بيرفض إنه يتكلم معاه وكمان بيقول له ما يتكلمش معاه تاني. فبيقرر جيسون إنه يوافق وياخد دور أوين في الفرقة كبديل عنه، وده لأن أوين مش هيقدر يشارك. وبنروح لليلي اللي بتقرر إنها تتكلم مع المرشدة الدينية بتاعتها وبتحكي لها عن إحساسها بعدم الانتماء وعن الازدواجية اللي هي عايشاها وعن كمان المنشور اللي نزلته عن جوي وعن خسارتها لصداقتها اللي ما بقتش عارفة هي مين. فبتقول لها المرشدة إنها لازم تحاول ترفع الظلم اللي حصل منها وكمان تعتذر للأشخاص اللي أذتهم وتعترف لهم بذنبها وكمان تحاول تعمل حاجة كويسة زيادة تعوض بيها الوحش اللي عملته. فبتوافق ليلي وبتتشجع إنها تاخد خطوة للتغيير للأحسن. وفي نص الليل بنشوف دومينيك وهي قاعدة بتذاكر عشان تقدر تاخد المنحة الدراسية ولأن ما عندهاش وقت خلال اليوم ولأنها اختارت الطريق الأصعب عشان تحقق أهدافها، وبيبعت لها بالرسالة يشجعها بيها عشان تكمل اللي بتعمله. فبتفرح دومينيك جدا وبتذاكر أكتر وأكتر. وفي تاني يوم بتصحى دومينيك عشان تروح ميعاد المقابلة واللي بتكون قبل ميعاد الامتحان بتاعها، لكن بالغلط بتظبط المنبه على الميعاد المسائي وبتتأخر جدا. فبتقرر إنها تروح المقابلة وتحاول تعيد الامتحان من تاني. وفي المقابلة بتحكي دومينيك عن الصعوبات اللي بتواجهها في حياتها وعن كمان أهمية إن يكون في حد بيسمعها وبيفهمها لأنه حاسس بيها وباللي بتعانيه، وعشان كده هي حابة تكون جزء منهم عشان تساعد الناس اللي زيها واللي محتاجين يتكلموا عن مشاعرهم المكبوتة ومن غير ما يدفعوا حاجة لأن المجتمع اللي هي عايشة فيه مش كله يقدر على تكاليف المعالج النفسي. وبعد المقابلة بتروح دومينيك المدرسة وبتحاول تعيد الاختبارات لكن مش بتقدر وبتخسر درجات الامتحان. وفي الوقت ده في المدرسة بيبقى السيد بيحاول يعرف مين السبب في نزول المقالة وبيبقى شاكك في المدرسة بتاعته وفي كمان صديقه اللي بيساعده في الكتابة لكن مش بيقدر يوصل لحاجة. وفي الوقت ده بتبقى ليه بتحاول تصلح علاقتها بكل اللي أذتهم زي أعز أصحابها وكمان بتبعت رسالة لجوي عشان تعتذر لها فيها عن الفيديو وبتحاول كمان تقف جنب السيد زي ما وقف جنبها يوم انفجار القنبلة. وبعد اليوم الدراسي بيعمل بالحفلة لجمع التبرعات وبتدعمه
دومينيك فيها وبتحاول تكون جنبه، وبيستمتع الكل بوقته سوا لحد ما بيسمع صوت واحد من صحابه وبيتكلم عن المقالة وبيعرف منه مين اللي نزلها، فبيروح بسرعة يتخانق معاه لكنه بيتضرب لدرجة إنه بيروح المستشفى، وهناك بيعرف والده اللي حصل وبيكون مصدوم إن ابنه شاذ جنسيا وما بيقدرش يتكلم في الوقت ده. وبعد الحفلة بترجع دومينيك مع بيلي البيت، لكن بتتفاجئ إن والدتها جايبه لها عريس، وبتتصدم دومينيك من الموقف وبتخلي بيلي يمشي بسرعة، وبتسأل والدتها عن سبب اللي عملته، فبتقول لها والدتها إنها مش هينفع تنام كل يوم 5 الفجر وتصحى الساعة 8 الصبح، وإنها بتتحمل فوق طاقتها من غير فايدة. فبتتضايق دومينيك جدا وما بتكونش عارفة تتصرف إزاي. في الوقت ده بتبقى جوي قاعدة مع عائلتها في البيت وبيبقوا بيحاولوا يدعموها لدرجة إنهم قرروا ينقلوها لمدرسة داخلية عشان تبعد عن الإعلام، لكن فجأة بيجي لوالدة جوي مكالمة بإنه هيتم إسقاط الدعاوى لعدم كفاية الأدلة، وبتسمع جوي الخبر وبتنهار وهي مش مصدقة إن الكل شايف إنهم ما عملوش فيها حاجة. وفي تاني يوم بنشوف دومينيك وهي في الامتحان وبتبقى نسيت إنها تذاكر بسبب الضغوطات اللي بتعانيها، فبتقرر إنها أول مرة في حياتها تغش، لكن لسوء حظها بيشوفها المدرس وبيخيرها بين الفصل أو إنه يسقطها، فبتنهار دومينيك وما بتكونش مستوعبة اللي بيحصل. وبعد الامتحان بيجي بيلي يتكلم معاها وبيحكي لها الكلام اللي قالته وهي سكرانة اليوم اللي قبله، وبيديها فلوس عشان تساعدها في إعالة أسرتها ويخفف من عليها الضغط، لكن دومينيك بتتصدم من اللي بيعمله وبترفض تاخد الفلوس. فبيتضايق منها بيلي وبيقول لها إنه بيتمنى تلاقي له وقت في جدولها المشغول ده أو تسيبه خالص. فبتنهار دومينيك وما بتكونش عارفة المفروض تعمل إيه. وفي الوقت ده بتبقى جوي في جلسة علاج نفسي وبتحكي للمعالجة إنها تعرضت لصدمة الاغتصاب وصدمة أثناء تصويرهم ليها عشان يجمعوا أدلة، وصدمة ثالثة لما اللي اغتصبوها كسبوا القضية، لكنها بتقول إنها مبسوطة إن علاقتها بأهلها اتحسنت وعرفت إنهم بيحبوها بجد. وبنرجع لدومينيك اللي بترجع البيت بالليل، وهناك تقرر إنها توافق على صفقة الجواز في مقابل إنه يتخصص مبلغ لجامعتها، وبيفرح والدتها وأختها جدا وبيبدأوا في إجراءات الجواز. وفي تاني يوم بتروح دومينيك عشان تشوف في البيت اللي هتعيش فيه، وهناك بتعرف إنها لازم ما تخرجش من المدينة غير بعد 3 سنين، وده معناه إنها مش هتقدر تروح الجامعة اللي هي عايزاها. وبتتهد أحلام دومينيك كلها قدام عينيها. وبنروح لجوي اللي بتكون في مدرستها الجديدة، وهناك بتحس إن كل الطلبة بيبصوا لها وبتخاف إنهم يبقوا شافوا الفيديوهات اللي نزلت على الإنترنت، فبتدخل بسرعة الحمام وهي منهارة وبتقرر إنها تبعت رسالة لأصحابها تطلب منهم يتقابلوا. وعلى الناحية التانية بتوصل الرسالة لأنا ولوكو مايكل وتيلور، واللي بيقرروا إنهم هيقابلوها وبيبقوا مستنينها تعتذر لهم. وبنروح لجيسون اللي بيقرر إنه يعمل وقفة احتجاجية في المدرسة عشان يدعم فيها صديقه اللي اتفصل، وبيوقف باقي الطلاب مع جيسون وبيطالبوا برجوع أوين. في الوقت ده بتقرر ليلي إنها تبعت رسالة لكل طلاب المدرسة بتهددهم فيها إنها تفجرهم كلهم، وده لأنهم ما يستاهلوش يعيشوا. وبتوصل الرسالة لإدارة المدرسة وبيخافوا يحصل عملية إرهابية، فبيقرروا إنهم يخلوا المدرسة كلها. وبتفرح ليلي جدا وبيتحقق اللي هي عايزاه، وبيظهر إن عندها رغبة في السيطرة على اللي حواليها. وبنروح لسيد اللي بتظهر نتيجته للجامعة وبينجح فيها بمنحة دراسية بسبب تفوقه الرياضي والدراسي. وبنرجع لجوي اللي بتروح تقابل صحابها لأول مرة من فترة طويلة، وهناك بتتفاجئ إنهم ما بيتكلموش وبيقولوا لها إنهم متوقعين منها تعتذر ويرجعوا صحاب تاني. فبتتصدم جوي وبتسألهم لو هم فعلا مش عارفين اللي عملوه، وبتقول لهم إنها مش محتاجة منهم أي حاجة غير إنهم يعترفوا بس، لكن بيتهم لوكو مايكل إنها هي اللي أثرتهم، وإن الفيديوهات بتبين إنها اللي قعدت على رجلهم الأول وكانت مستمتعة. فبتبص جوي لتيلر اللي بيبقى ساكت وبتسأله لو هو فعلا ما شافهاش وهي بتعيط وبتحاول تفلت منهم وهو ما اتدخلش، وبتسأله لو هو فعلا ما شافهمش وهم بيثبتوها وبيعتدوا عليها غصب عنها، لكن تيلر بيفضل ساكت. فبتمشي جوي منهارة ومصدومة فيهم، وبيتعصب تيلر وبيقول للوكو مايكل إنها عندها حق وإن ده فعلا اللي حصل. فبتتصدم أنا وما بتكونش مصدقة إن اللي بتدافع عنهم فعلا اغتصبوا أعز أصدقائها. في الوقت ده بتفضل جوي تتمشى لحد ما بالصدفة بتقابل دومينيك، وبيقعدوا هما الاتنين سوا من غير ما حد فيهم يتكلم عن حاجة. وبالليل بترجع دومينيك البيت وبتتفاجئ إن أصحابها عاملين لها حفلة عيد ميلادها في البيت، وبتفرح جدا وخصوصا بحضور بيل اللي بيعرض عليها تحضر مع حفلة التخرج. فبتوافق دومينيك وفي قمة سعادتها، وفجأة بيجي لها ميل إنها اتقبلت في وظيفة تدريب علم النفس، فبتفرح جدا وبيخلص يومها وهي في قمة سعادتها. لكن في تاني يوم بتدرك إنها مش هينفع تظهر مع بيل في حفلة تخرجه وإلا صفقة الجواز هتبوظ، وده لأن الحكومة بتعمل تحريات عن الأشخاص المهاجرين اللي بيقرروا يتجوزوا أمريكا الجنسية. فبتحاول دومينيك تعتذر لبيل بأي طريقة، وبعد شوية بترجع دومينيك البيت، وهناك بتتفاجئ بوجود والدتها واختها واللي بيقرروا إنهم ينهوا صفقة الجواز، وده لأن من حقها تستمتع بحياتها ومش من حقهم يحرموها منها. فبتفرح دومينيك جدا وبتقرر إنها تروح تصالح بيل وتوافق إنها تروح مع حفلة التخرج. وبنرجع لجوي اللي بتشوف نفس البنت اللي بتبص لها بشكل غريب، فبتسألها عن اللي عايزاه منها، فبتعتذر لها البنت وبتقول لها إنها بس كانت عايزة تقول لها إنها كمان اتعرضت للاغتصاب، لكنها ندمانة إنها ما كانتش قادرة تتكلم زيها، وبتعترف لها إنها شايفاها شخص شجاع وبتتمنى تكون زيها. وبتظهر الفرحة في عيون جوي اللي بتحس إنها عملت إنجاز بمجرد إنها حاولت تتكلم وتجيب حقها. وبعد المدرسة بتقرر أخيرا إنها تروح صف الرقص اللي ما رحتوش من أسابيع، وبتقرر إنها تندمج مع الناس لمدة 10 دقايق على الأقل. وفعلا بتقف جوي وسط الناس وبتقرر إنها تبدأ ترقص، وبتندمج لدرجة إنها بتقود الرقصة كلها والكل بيعجب بيها وبأدائها.
بتبتسم جوي لأول مرة من فترة طويلة وبترجع ثقتها بنفسها، وبنروح لجيسون اللي بتيجي ميعاد حفلته وبيبقى بقاله فترة طويلة بيجهز للأداء فيها عشان يقدر ياخد منحة دراسية. وأول ما بيجي دوره بيحط جيسون لزق أسود على بقه وبيقف وسط قاعة الأوبرا وهو رافع إيده وساكت كدليل على التزامه بالصمت عشان خاطر أوين صديقه، وبينبهر الكل بشجاعته وحبه لصديقه وبيحترموا سكوته وبيسود الصمت في القاعة تضامنا معاه.